ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ تعالوا في فيديو النهارده نجدد بقى ونعمل وصفة حلوة جدا مع بعض. هنعمل دبابيس الفراخ على الطريقة الكورية. هنعملها بطريقة بسيطة جدا ومش قادرة اقول لكم بطعم خرافي. بس لو اول مرة تشوفيني انا ميادة ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه انا جبت هنا دبابيس الفراخ وغسلتها كويس قوي بالدقيق والملح والليمون، وبعد كده شطفتها كويس ونزلت عليها بقى بنص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، ونص معلقه صغيره من البصل البودر. هقلب الفراخ كده كويس كده مع بعض واغلفها كده بكل التوابل كويس واركنها بقى على جنب لمده ساعه. هنا بقى بعد ساعه بقت الفراخ معانا بالشكل ده. جبت هنا كوباية من الدقيق نزلت عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونزلت عليها كمان بنص معلقة صغيرة من الملح. هبدأ اخد كده الفراخ واقلبها كويس قوي كده في الدقيق. هغلف الفراخ كويس قوي، وبعد كده بقى هاخدها على زيت سخن وابدأ اقلي الفراخ زي ما انتم شايفين كده بالظبط. اول ما تبدأ تاخد لون هقلبها على الناحية التانية. انا عايزاها تاخد لون كويس او تبقى متحمرة كويس من كل اتجاه. هنا كده اللون المظبوط بالظبط اللي انا عايزاه. هكمل بقى كميه الفراخ بقى وتعالوا شوفوا الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. جبت هنا بقى صينيه ونزلت عليها بشويه من الزيت ومعلقه من الزبده، ونزلت بمعلقه توم كبيره. قلبتها كويس كده. اول ما بدات تاخد لون نزلت عليها بمعلقتين ونص كبار من الصلصه، وربع كوبايه من الصويا صوص، وربع كوبايه من الكاتشب. هقلبهم كده كويس كده مع بعض. هنزل هنا بقى بمكعب من مرقة الدجاج بيديها طعم حلو جدا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونزلت كمان بنص معلقة من الشطة اختياري، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر. هقلبهم كويس كده مع بعض. أول ما تبدأ تتسبك بقى هنزل عليهم بكوبايتين من المية. أول ما المية تبدأ تغلي هبدأ أنزل بقى بالفراخ اللي احنا حمرناها واقلبها كويس كده فيها من كل ناحيه. نص كوبايه من الميه ونزلت عليها بمعلقه صغيره من النشا، دوبتهم كده مع بعض. بصوا بقى هنا الصوص بدأ يتقل معايا. مش قادره اقول لكم الريحه خطيره خطيره خطيره. بصوا هنا بقى الفراخ تقلت معايا والصوص بقى تقيل جدا، وبقى خلاص استوت معايا. ما بتاخدش وقت طويل طبعا لان احنا محمرينها. عايزه اقول لكم بقى ان انا رشيت عليها شويه من السمسم كده بديها طعم حلو جدا، وقدمتها مع رز بس بسمتي. تقدري كمان تقدميها مع رز ابيض مصري هتبقى حلوه جدا. بصوا بقى شكلها عامل ازاي وطعمها خطير خطير خطير. انا عايزاكم تجربوها، وانا واثقه متاكده والله ان هي هتعجبكم جدا وفي نفس الوقت تغيير كمان. وعاوزه اقول لك كمان انك تقدري تعمليها بفراخ كامله، يعني مش شرط دبابيس، يعني ممكن صدور مع وراك. هتبقى حلوه جدا برضو. يا ريت بقى لو عجبك فيديو النهارده ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسيش تشتركي في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن. واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.